عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية في الصحيح: فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ده بنتعلم منه حاجة جميلة جدا. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. يعني كتير مننا لما بيجي يحلفوا ليه؟ وحياة أبويا، وحياة أمي، صح؟ فلما الواحد فينا يجي يحلف بالله. يحلف إيه؟ يا تحلف بربنا يا ما تحلفش، يا تحلف بربنا إيه؟ يا ما تحلفش. فالنبي بيقول: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يعني يا تحلف يا إيه؟ يا تسكت. في حديث تاني لسيدنا عبد الله بن عمر بيقول أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة. سمع واحد بيقول إيه؟ لا والكعبة، يعني بيحلف بإيه؟ بيحلف بالكعبة. فبيقول: فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله. سيدنا عبد الله بن عمر لما شاف الراجل بيحلف بالكعبة قال له إيه؟ لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يعني أنتم متخيلين إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اللي يحلف بغير ربنا فقد إيه؟ كفر أو أشرك. فده معناه إن الحلف يا نحلف بالله عز وجل أو إيه؟ أو لنصمت. طيب نقول الحديث مع بعض. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. تاني: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. تاني: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين يقدر يقول الحديث؟ قول يا حبيبي. سواء انا جاي لك اهو. تقدر تقول لي الحديث؟ ماشي، قول لي الحديث كده. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فإن حلفتم فاحلفوا بالله. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو إيه؟ أو ليصمت. برافو عليك، سقفوا له. مين يقدر يقول تاني؟ ماشي. إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. سقفوا له. مين تاني يقدر يقول؟ إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو لا يصمت. برافو عليك، سقفوا لها. قول. إن الله تعالى يقول لكم ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. برافو عليك، سقفوا له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.